أهلا بكم. وضع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو حدا لمسلسل التكهنات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مستقبله، ليؤكد بشكل صريح بقاءه في صفوف النادي الملكي. ولاء كريستيانو رونالدو لعرش الملكي لا حدود له، ولا مجال للشائعات بعد أن بدد كل أوهام رحيله عن ريال مدريد. تلميح المغادرة مسحه تصريح البقاء الذي سيهدئ لا محالة من روع عشاق الميرينجي. سراب الأخبار والإشاعات المقلقة اندثر. كريستيانو رونالدو أبيض اللون، وقالها صراحة لصحيفة ماركا الإسبانية. الود الأبيض لرونالدو أن يحبر الإشاعات الأسود، والشاهد على قصة الحب والولاء الذي قارب العقد من الزمن ألقابا تتلألأ في خزانة النادي واللاعب. شبح التكهنات المقلقة التي انتشرت في أركان القلعة المدريدية زكاها صمت رونالدو الذي صام عن التصريح أثناء مشاركته في كأس القارات وخلال عطلته الصيفية. رسائل التطمينات من الرئيس القوي فلورنتينو بيريث والمدير الفني زين الدين زيدان لم تقنع الجمهور، فتأثير الصدمة لا يستفيق منها العشاق إلا حين يعبر رونالدو عن ذلك صراحة، وقد فعل. زلزال تكهنات مغادرة رونالدو للريال ضرب بعد اتهامه من قبل النيابة العامة في مدريد بالاحتيال الضريبي، تقرير أعدته إدارة الضرائب الإسبانية. غضب رونالدو الجامح برره التوقيت الحساس لإعداد صك الاتهام، حيث صدر بعد أيام من قيادته ريال مدريد للفوز بالكأس التاريخية 12 لدوري الأبطال، وقبل انطلاق مباريات منتخبه البرتغال في كأس القارات. أما وإن هدأ ضجيج العاصفة الآن، فقد عاد الصفاء بعد الجفاء، وقرر رونالدو البقاء في نادي الملكي سيعزز من مكانته كجوهرة مشعة تزين سجل مدريد الذهبي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مراسل قنوات بي إن سبورتس كارلوس بوثويلو. كارلوس، مساء الخير. يعني منذ البداية وعندما أطلق كريستيانو رونالدو هذه التصريحات كإعلاميين لم نكن مقتنعين صراحة بأن كريستيانو قد يغادر ريال مدريد، ولم نشك للحظة في هذا الأمر، لكن السؤال يبقى حتى الآن: لماذا أطلق كريستيانو هذه التصريحات؟ نعم، نحن هنا في اسبانيا وخاصة في مدينة مدريد. بإمكانك أن تتخيل كانت قنبلة عالمية عندما صرح إلى جريدة بولا أنه سيرحل عن ريال مدريد، ولم يدع حتى نافذة مفتوحة للأمل. ولكن مع مرور الوقت والصمت الطويل، أعتقد أن رئيس ريال مدريد وأيضا بعض الشخصيات التي اتصلت بكريستيانو واقنعته، ولكن نحن هنا أعتقد أنها كانت قصة صغيرة هنا مع الضرائب ومع الكرة الإسبانية، ولكن بمرور الوقت هدأت الأمور، وهو قال أن بعد كأس القارات أنه سيتحدث ويوضح كل الأمور حول مستقبله. ولكن مر شهرا، وأعتقد أن المعلومة الأولى التي وصلتنا هي في صحيفة ماركا من زملائنا في هذه الجريدة الذين أعلنوا أن كريستيانو سيبقى، ولم يقل ذلك بهذه. هو قال أنني أريد أن أواصل في حظ الألقاب مع ريال مدريد، وأعتقد نعم هي قصة حب مع ريال مدريد، ولكنها أيضا في نفس الوقت علاقة معقدة، وربما أيضا هذه الشائعات التي خرجت قبل شهر. ولكن الآن في هذا الوقت يبدو أن الأمور عادت